تعرض مسؤول فيما يسمى وزارة الدفاع البوليساري والسالك ولد المصطفى ولد هدة ولد بريكة، وهو من قبيلة رقيبات البيهات، بعملية سرقة من طرف شخصين ينتميان لقبيلة رقيبات سلام. قام بإطلاق النار من سلاح كلاشينكوف على عجلات سيارته وأرغمه على التوقف، ثم قام بسلبه مبلغا ماليا يقدر بأزيد من 3,600,000 أورو. وبعدما تم تحديد هوية أحد المعتدين جرى الاتصال بعائلته التي تعهدت بإرجاع المبلغ المسلوب. يقربون من المشهد في مخيمات تندوف وأسباب الانفلات الأمني محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، متحدثا من العيون ليوسف النعماني. هذه التطورات التي تشهدها مخيمات تندوف تؤشر على التغلغل الكبير لعصابات جريمة المنظمة في تلك المخيمات، في ظل اعتماد الكيان الانفصالي على هذه المجموعات ما يتعلق بتوفير الصناديق السوداء الخاصة بتمويل الأنشطة الدعائية والعسكرية للميليشيا البوليسارية، حيث تعكف القيادات الانفصالية ومسؤولي القطاع العسكري الجيش الجزائري بتندوف على رعاية مجموعة من الأنشطة الغير القانونية في مقدمتها المتاجرة في المخدرات وبالسلاح، فضلا عن تهريب البشر، إلى جانب النهب بمنهج المساعدات الإنسانية وتهريب المخلوقات. طبعا